اسوأ شيء في امريكا بالنسبه للدراسه عموما، يعني انت بتدرس حاجات مالهاش اي 30 اي لازمه، اقسم بالله العظيم. يعني انا باخد ماده حصه موسيقى، انا مش فاهم يعني، اقسم بالله العظيم انا سمعت الات وشفت الات انا ما اعرفش اسمها بالعربي اصلا. لا، والمعلم عايز مننا ايه بقى؟ ان هو هيشغل الموسيقى على الكمبيوتر، تمام، والمفروض ان احنا نعرف الاله دي ايه من ان احنا نسمع صوتها. اللي هو انت ازاي؟ انا مش فاهم يعني. وللاسف دي ماده اساسيه وانا لازم اخدها، انا لو ما خدتهاش انا مش هتخرج من الكليه حرفيا. وبيقول لك ان دي توعيه. لا، والاسوأ من كده ايه؟ ان هم بياخدوا كل الكريدت لنفسهم. بيقول لك ان الموسيقى في امريكا من احسن الاغاني في مثلا في العالم. يا جدع، ده كان مره كان مشغل الموسيقى بتاع يا انا يا انا وانا وياك، والله العظيم مشغلها. وبيقول ان هي اصلا مش عارف ويسترن يوروبيان ولا إيه بتنجان، وحاجه شبه الهيستوري. يعني انت بتاخد افريكان امريكان وانت اصلا مالكش دعوه بالكلام ده كله، بس انت لازم تاخدها. اصلا مفيش تاريخ، يعني هو التاريخ كله عباره عن صفحه. مش هتخرج من الكليه او ان انا علشان اعدي الكلاس ده بيقول لك ان انت تكتب الملخص بصفحه او صفحتين، اللي هو انت تكتب التاريخ كله في صفحتين. ويجي يقول لك امريكا، يا عم امريكا مين؟ ويجي يقول لك التعليم في امريكا، والله العظيم يا صاحبي احنا اذكى منهم بكتير، بيدون الدخول في التفاصيل يعني.